الله أكبر الله أكبر. أم عندكم خبر فالخطب سيان. فإني وأنا الأمة التي سمعت نداء أخت لها من قاع التاريخ تصرخ ومعتصماه، ناديت بندائها وخليفتاه أنقذني من هذا الطاغوت الذي كشف عورتي ونزع عني خماري وجلبابي وقال لي هذه خرق ترمز للتطرف والطائفية. فعجبت من هذا التعيس الذي يقدس خرقة يعتبرها رمزا للوطن ولا يقدس ثوبا يترجم آيات التقوى والتطهر من العفن، خرقة تصطف لها الطوابير لتنشد على نخبها أناشيد الذل والعار. الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. ولكن إسلامنا لا يهون. بكل بساطة أنا مشيت الحج عام 2006 ولبست بطبيعة الحمار وقتها لضرورة الطقس الشائع، لكن لا مقتنعة 1000% بالنسبة لروحي. أنا حرة مش مقتنعة بالنسبة لروحي، ما قلقت حتى حد إني نقولها ومتحمل مسؤوليتها قدام عباد ربي وخاصة قدام ربي نهار آخر. الحجاب ماهوش فرض إسلامي، الحجاب ماهوش فرض إسلامي. علاش تتذكري مثل حال الأنثيين؟ علاش المرأة بلا نصف رجل؟ علاش تتذكري مثل حال الأنثيين؟ علاش المرأة بلا نصف رجل؟ اليوم لا ريسبونسابيلتي زادت كبرت في الشيء هذا الفلي والطاعون اللي قاعد ينخر في المواطن العربي بصفة عامة. مشكل المرأة، أما المرأة على خاطر نعرفوا شنو هي النظرة اللي يحبوا يعطيوها بعض المجتمعات العربية وبعض الأطراف في المجتمعات العربية اللي تحب تحرك حاجات لغايات اقتصادية وسياسية. الحمد لله المرأة التونسية واعية، دونك يظهر لي اليوم البنات عندنا الخدمة بدات معناتها. اليوم إذا كان المرأة التونسية بالحق باش توري روحها، باش توري الريادة نتاعها. كي تجي انت هكا في الاكرام نقولوا غمراني على هكا خلاعه سمحت. شنو هي الخلاعه بالنسبه لك انت؟ شنو هي الخلاعه؟ لا بالك هو عنده تفسير خلاعه. شنو هي؟ لا مانيش نتحمل عليك، اقنعني. شنو هي اللبسه خليعه بالنسبه لي؟ علينا لبسه برشا مش مستانسين بها. شنو هي مش مستانسين؟ مناشطه تتعدى في التلفزه ظهر عريان وكل دهار يا اخي ما تدخليش في لبسي في خدمتي خاطر كوستيم هذاك تاعك. انا متخيل اي مانيش نوى يا اخي جيت اقرا انا باللبسه نتاعي. لا انا من نفسها كيف باش نستانس شويه. ليه اسمع دينها مزيانه في الحاجه اللي لبستها مش مزيانه تخفف لازم تخفف. على انا ما جو ميم با لا راسي جو روب دو سواري. الوقت اللي يبداو يخرجوا روب دو سواري يا بابا بالكل غولي نلبسها انا ما عنديش مشكله. صور لي كيفاش جيتك اليوم. يا سيدي في لحظة صدق وصراحة رباعي بلا مجاملة، هل حصل في يوم من الأيام وارتكبتم قبلة في ساحة عمومية؟ حبيب جرعة في لحظة صدق. نعم. وانت شاب؟ نعم هل التواتي؟ في كرهبة أحسن بن أحمد. ما نذكرش. يا أخي فما واحد معاك في وسطك.
بلادنا تشهد تكاثرا ملفتا في بناء المساجد في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن، حتى أن المسافات التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئا فشيئا، ويصبح الأذان للصلاة يأتي من مسافات متقاربة وبأصوات مضخمة وغير متناغمة، مع درجات من الديسيبال فائقة العلو، مما يمثل إزعاجا لا للمتساكنين فقط وإنما للدارسين في المؤسسات التربوية والجامعية. وأحيانا يكون الجامع لصيق بمؤسسة تربوية أو جامعية. نحن لا يمكن أن نسمح بتلوث الصوت، وأحيل على منشورين اثنين وجهتهما الوزارة إلى السلطات الجهوية، منشور في 2005 ومنشور إثر رمضان الفارط لما لاحظنا تجاوزات. احنا نقول المنشور الأول يحوي 70 ديسيبل، أكثر من 70 ديسيبل مرفوض، وقمنا بالتكييف قانوني. وجهنا مراسلة إلى وزارة البيئة فقالت ثمة مستوى هو 100 ديسيبل مسموح به، لكن نحن نصر لأننا نعرف جيدا تأثير التلوث الصوتي على جسم الإنسان وعلى نفسية الإنسان.